وصلنا لمحطتنا العاشرة، وموضوعنا النهاردة هو عطر الروح، الامتنان. الفرق بين الإنسان السعيد والإنسان التعيس مش في حجم الفلوس أو الصحة، الفرق في العين اللي بتشوف. في ناس عندها كتير بس عينيها دايما على اللي ناقص، وفي ناس بأقل الإمكانيات عايشة لأنها عارفة تمتن للي في إيدها. الامتنان مش بس كلمة شكرا، ده حالة حب مع ربنا ومع الحياة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم وخصوصا في الآية 7 حطلنا قانون كوني ملوش بديل، بيقول لئن شكرتم لأزيدنكم. تخيل ربنا بيربط الزيادة بالامتنان، يعني انت مش محتاج تجري وتتعب أعصابك علشان تزود رزقك أو سعادتك، انت محتاج بس تقدر اللي عندك دلوقتي. الامتنان هو العبادة اللي بتخلي القليل كتير والضيق براح. لما بتتمنى لنفسك، لبيتك، لولادك، لصحتك، انت كده بتبعت رسالة للسماء انك جاهز لاستقبال المزيد من الكرم. وعشان نشوف الامتنان في اعلى صوره، خلينا كده نبص لسيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان كان ملك الدنيا حرفيا، كان عنده كنوز وجيش من الجن والريح وكل حاجة تخطر على البال أو ما تخطرش. لكن لما شاف عرش بلقيس قدامه في لمح البصر، ما قالش أنا اللي عملته ولا انغر بقوته. أول كلمة قالها كانت هذا من فضل ربي ليبلونني أأشكر أم أكفر. سيدنا سليمان كان عارف إن النعمة مش شطارة منه، دي أمانة بتحتاج شكر، وعلمنا إن الامتنان هو اللي بيثبت النعم وبيحفظها من الزوال. عشان كده الامتنان محتاج ممارسة. جرب النهاردة تجيب قلم وورقة أو حتى في سرك وافتكر 3 حاجات حصلوا في يومك انت ممتن ليهم، حتى لو كانت حاجات بسيطة زي كوباية شاي في هدوء أو ضحكة من قلبك. لما بنعود عينينا تشوف الجمال، الجمال بيزيد في حياتنا. خلوا لسانكم دايما رطب بالحمد لله، مش ككلمة بنقولها وخلاص، لأ، كإحساس طالع من القلب. يومكم كله بركة ووفرة وامتنان.